السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد مع احمد الشريف مع اولى حلقات البدائل المصريه للمقاطعه. وطبعا زي ما هو باين قدامكم كده النهارده هنتكلم على البدائل المصريه للمشروبات الغازيه، وان الحمد لله رغم ان انا ما لفتش كتير بس لقيت بدل المنتج 1 2 3 4 5 6 براندات مصريين بيعملوا مشروبات غازيه، واللي طبعا حتى لو ما كانش فيه ولا بديل فالمقاطعه دي شيء اساسي وما ينفعش نستغنى عنه. جبت من كل براند من الحاجات اللي جبتهم معايا النهارده دي حاجتين او ثلاثه بالكتير عشان يبقى عرفنا كده نبذه مختصره كل براند الكواليتي بتاعته عامله ازاي. وقبل ما نبدا بقى ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم ويثبتهم على اللي هم فيه ويصبرنا احنا كمان على وجعنا عليهم. يلا بينا بقى نبدا. اول براند معانا بقى وهو جرين كولا، وده يعتبر اغلى براند في كل الحاجات اللي موجوده النهارده. سعر الازازه الواحده 15 جنيه، وطبعا اهم حاجه لفتت انتباهي في الموضوع ان هو بدون سكر، يعني ده كده هيكون بديل قوي جدا للبيبسي الدايت. نفتح كده اول واحده ونشوفها، نشوف بقى شكلها كده عامل ازاي. واضح ان الصودا فيها كويسه مش وحشه. ندوق كده نقول بسم الله. بص، هو طعمها مش وحش، طعمها معقول الى حد ما مقبول. يعني بالنسبه لي تعتبر اقل بصراحه من بيبسي الدايت، مش هقول ان هي احسن منها او واو. طعم الصودا فيها حلو مش وحش، طعم الكولا اللي فيها اخف بكتير بصراحه من الموجوده في البيبسي او حتى الكولا الزيرو. لكن اجمالا على بعض لا، انا شايفه مشروب مقبول مش وحش، يعني مش اللي هو لا ما اقدرش اجيبه تاني. لا، لو انا ما بشربش غير بيبسي دايت ومش بهتم غير ببيبسي الدايت فلا، ده ممكن يكون بديل كويس برضه ليه. شوف بقى تاني طعم معانا، تاني طعم بقى معانا في جرين كولا وهو طعم الموخيتو، يعني ليمون بالنعناع. شوف بقى كده عامل ازاي، ريحه الليمون بالنعناع جامده قوي. طبعا حجم الازازه دي 275 مللي. شوف بقى كده شكلها، طبعا ريحه الليمون بالنعناع بصراحه انا عجباني اكتر بكتير قوي من الكولا، وبرده ده مشروب بدون سكر فحاجه 100 100. ندوق كده نقول بسم الله. بص، هو طعمها مش وحش، يعني انا بالنسبه لي لا، الكولا عجبتني اكتر، مصدوم اكتر في الموضوع. حسيت ان من ريحتها ان طعمها هيبقى احلى. الحقيقه طعمها مش وحش، مش هقول لك مش مقبول، حلو بس لا، يعني تحس ان محتاج محط معاه مثلا شويه سيرب نعناع كاتبه سيرب السانشاين والحاجات دي. انما الطعم الواضح قوي فيها بصراحه الليمون باين قوي اكتر من النعناع، وفي سنه مراره كده خفيفه شويه. انا عشان مش بحب كمان الحاجات اللي بسكر ستيفيا والحاجات دي ما بحبهاش قوي، يعني انا حتى مش بحب البيبسي الدايت اصلا ده لوحده بغض النظر عن ان هو بديل او لا، يعني فلا بالنسبه لسعره لا انا ما رشحوش. ممكن الاقي بديل تاني احلى في الحاجات اللي جايه. نروح بقى تاني براند معانا وهو بيج كولا بسعر 5 جنيه، وده كده يعتبر ارخص حاجه معانا في حلقه النهارده. طبعا هو اسمه بيج كولا بس هو حجمه صغنن خالص، ولا بيج ولا اي حاجه، اصغر حجم واقل سعر. بس المهم طبعا في الاخر الطعم. نفتح كده بقى ونشوفه. ريحه الكولا ضعيفه، ربنا يصندوق كده ونقول بسم الله. بص، هو طعمها الحقيقه مش وحش، مقبول يعني، ما هو سيء خالص بس لا، يعني اقل طبعا من البراندات التانية. محتاجين بس يظبطوا شويه طعم الكولا فيها. طعم الصودا فيها برضو حلو الحمد لله، ما فيش اي طعم صودا او استيم ضعيف في كله، لا طعم الصودا اللي موجود بيكون كويس. بس لا، الطعم بتاع الكولا اخف حتى من اللي كان موجود في جرين كولا. كبديل شغال مش وحش. انا بالنسبه لي حتى لو ما فيش بديل خالص هبقى مرضي زي ما قلت لكم في الاول. مش هدفنا في المقاطعه ان احنا نلاقي بديل، هدفنا ان احنا نقاطع حتى لو ما فيش بديل. بس ده شايفه هو كبديل بسعر 5 جنيه شغال مش وحش. شوف بقى بيج كولا بطعم تفاح الاخضر، وده طبعا يعتبر بديل فانتا ومريندا تفاح اخضر. ريحه التفاح هنا حلوه الحقيقه. ندوق كده نقول بسم الله. دي بقى الحقيقه احلى من دي بكتير جدا. طعم الصودا هنا وطعم التفاح الحقيقه لا واضح وقوي جدا. انا بالنسبه لي دي كده 100 100 يعني، لا حلوه، ارشحها لكم تجيبوها، بديل حلو جدا يعني. كده خلصنا بقى بيج كولا. تعالى بقى نروح لتالت براند معانا وهو سنابس، وده مشروب شعير بسعر 11 جنيه. طبعا انا جبت حاجتين، مشروب شعير ساده بديل طبعا للبريل، ومشروب شعير بطعم التفاح وده طبعا بديل فيروز. يعني نبدا ببريل. تسترجل واشرب بريل، تسترجل واوعى تشرب بريل. نشوف كده شكلها من جوه، نفس الشكل بتاع الشعير العادي برضو تمام. دوق كده نقول بسم الله. حلو قوي. بصوا الحقيقه انا كراجل يعني بشرب بريل الحقيقه او بحبها، يعني بحب مشروبات الشعير بشكل عام، فانا شايف ان دي لا بديل حلو وقوي جدا واحسن كمان شويه من بريل. طعم الشعير فيه مش قوي قوي، مش اللي هو صعب قوي يعني، لا طعمه مقبول الى حد ما، فيها نسبه سكر مسكره الدنيا شويه، فلا انا الحقيقه دي عجبتني جدا وشايفها احسن حتى من الحاجه الاصليه نفسها. نروح بقى لتاني حاجه معانا وهي سنابس بالتفاح الاخضر. شوفها كده، طبعا تطلع اكيد نفس الشكل يعني. هنا بقى الحقيقه دي انا مش متفائل بيها قوي، ريحه الشعير كده او طعم او ريحه التفاح حتى ما حسيتهوش يعني، حتى كمان شكل الصودا بتاعتها اخف، راحت بسرعه. بس في الاخر يهمنا الطعم. ندوق كده نقول بسم الله. بص، هو طعم الشعير اخف الحقيقه شويه من الموجود في فيروز، وكمان طعم التفاح الاخضر ضعيف خالص او تحس ان هو صناعي شويه مش طعم طبيعي كده حبه. ادي بالنسبه لي الحقيقه لا ما عجبتنيش قوي، يعني مش شايفها بديل قوي او بديل محترم، ولكن عادي مش مهم ما تفرقش معانا يعني. اكيد هلاقي مشروب شعير تاني لو دورت شويه اكتر هيعجبني اكتر من ده. فكده سنابس انا لو هرشح فيكم حاجه هرشح ليه سنابس الشعير الساده، بصراحه طعمه حلو قوي، انما دي لا مش قد كده. نروح بقى للبراند اللي بعده. رابع براند بقى معانا وهو دبل دير، وده براند الحقيقه بقاله كتير جدا في السوق
جو المصري، وانا طبعا يعني لما بشوفه في اي ثلاجه الحقيقه بجيبه على طول. يعني انا الحقيقه متاكد ان دول هلاقي كواليتي فيهم حلوه جدا، وده كان بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا من زمان طبعا مش دلوقتي لما عرفت ان ده منتج مصري. ان انا الحقيقه الكواليتي بتاعته فعلا بحسها ان هي احسن من اي حاجه ساقعه ممكن تشوفها في مصر خالص. الكواليتي بتاعتهم بتكون حلوه جدا، عندهم اطعم وفرايتي كتير قوي، الفليفر عندهم الحقيقه بحسه ان هو حلو جدا. ده منتج مصري متصنع في مصر هنا، ومش واخد بقى اي علامه تجاريه من بره ولا اي حاجه. بصراحه الكواليتي بتبقى حلوه جدا. انا جبت من عندهم طعمين، طعم الرمان بديل شويبس رمان يعني، وطعم اليوستفندي بديل شويبس يوستفندي. دول طعمين موجودين في شويبس وصعب تلاقيهم عند اي براند تاني. نبدا بدبل دي الرمان. شوف بقى كده شكله، واو، ريحه الرمان هنا بيور وطبيعيه فوق مما تتخيلوا، كاني فعلا بصب عصير رمان طبيعي. شوف بقى كده طعمه عامل ازاي. واو، بصوا لو اي حد بيحب الرمان فبجد المشروب ده ما يتفوتش، وبالنسبه لي احسن بكتير حتى من شويبس رمان بفتافتها بحاجاتها دي كلها. صراحه طعم الرمان هنا تحس ان هو عصير رمان حقيقي جدا، كانه عصير رمان ومركبينه كده في الجهاز اللي هو بتاع الصودا اللي بيعمل فيه صودا ده، ما فيهوش اي طعم صناعي نهائي. صراحه شابوه، مشروب محترم جدا. نسيت اقول لكم بقى ان المشروب ده سعره فيه اختلافات كتير جدا، ممكن تجيبه من مكان ب 10 جنيه زي ما انا جبته، ممكن تلاقيه في مكان تاني ب 15 وساعات 17 وساعات 12، ودي بقى مشكله كبيره جدا عندنا في البراندات اللوكال دي، ان كل سوبر ماركت بيسعروا بمزاجه. يعني سوبر ماركت في مكان نضيف شويه ب 15، سوبر ماركت في حته اقل شويه ب 10، ماركت كبير مثلا ممكن تلاقيه ب 10 ب 11. لا، كل مكان بيسعره بطريقته اللي هو عايزها يعني. فطبعا انا طبعا شايف ان دي فرصه طبعا في موضوع المقاطعه، بما ان هيبقى في مقاطعه وهيبقى في فرصه كبيره جدا للمصانع المصريه انها تعمل بقى ميز برودكشن عالي قوي وانتاج كميات ضخمه جدا، ان هم خلاص بقى يبقى في كواليتي كنترول ثابته، يبقى في تحسين في الكواليتي، يبقى في طبعا تسعيره ثابته عند كل الناس عشان الناس تقدر تبقى عارفه المنتج بتاعك وتشتريه وهي واثقه فيك، مش كل مكان يسعره بالطريقه اللي تناسبه يعني. شوف بقى الطعم التاني كده اليوستفندي. برضو الريحه بصراحه بتاعت الفاكهه طبيعيه فوق ما تتخيلوا. شوف شكلها كده، برضو كميه الصودا الحقيقه فيها حلوه قوي. انا الحقيقه مش من هواة اليوستفندي كفاكهه يعني، ما بحب شكله، بس الحقيقه بحب الحاجات اللي تكون بطعمه يعني. دوق كده نقول بسم الله. طعمه برضو الحقيقه حلو جدا، طعم الفاكهه فيه حلو قوي وواضحه وقويه جدا، ولكن للامانه لا، شويبس يوستفندي احسن شويه، ولكن ده الحقيقه مش وحش خالص. طعم اليوستفندي فيه الحقيقه وطعم الصودا حلو جدا، وطبعا لو هنحسبه كبديل فلا، هو بديل الحقيقه قوي وحلو جدا. نروح بقى للمنتج اللي بعده واللي ده لسه نازل السوق مؤخرا والحقيقه كان بهرني جدا، وهو في 7، وده بسعر 15 جنيه للكان الواحده. وده طبعا منتج لسه نازل جديد خالص، ما لحقتش حتى اعرفه. كنت جربت واحد منه من شهر كده اللي هو اللي بطعم التوت ده الحقيقه، وكان ابهرني جدا، وانا كنت نزلت عليه حتى ستوري كده. انما الطعمين ما جربتهمش، هما طعم الرمان وطعم البينا كولادا ده. وده اللي ما يعرفش او ما شافش الفيديو او الستوري، ده عباره عن مشروب غازي فيه فيتامينات ومتحلي بالعسل، يعني حاجه صحيه او بيحاول يخليها حاجه صحيه يعني. فبصراحه حاجه حلوه جدا. انت بقى حاجه كده معروف عنك طول عمرها ان هي حاجه ان هيلثي، تبقى يحط فيها فيتامينز وحاجات زي دي كتير، فلا دي حقيقه حاجه حلوه جدا. طبعا احلى حاجه بقى ان هو عامل كفر كده للكام من فوق عشان تبقى محميه طبعا من اي تراب او من اي حاجه تيجي فيها من فوق، فدي بصراحه حركه محترمه جدا يعني، ما بنشوفهاش غير في عند دول الخواجات بره يعني. شوف كده نشيل الغطا ده، نشوف بقى شكلها من جوه. طبعا لون الرمان هنا اغمق بكتير من اللي كان موجود في الدبل دير. المهم بقى شوف الطعم، دوق كده نقول بسم الله. بصوا الحقيقه هو طعمه حلو جدا، طعم الفاكهه بتاعت الرمان كفاكهه طبيعيه طبعا باينه وقويه جدا، بس تحس ليه بقى ما تخلطي فيها شويه العسل اللي هم حاطينه ده. هم هنا كده كاتبين عليه، هم هنا طبعا حاطين عليه هم محطوط عليه فيتامين بي 1 وبي 2 وعسل. الحقيقه طعم العسل فيه لا، انا حاسه باين في الطعم شويه قوي مع طعم الرمان، عامل كده سنه حلاوه شويه مضيعه المزازه بتاعت الرمان لو الناس اللي بتحب طعم الميزز حبه. فانا بالنسبه لي الحقيقه برده هو كمنتج حلو جدا قوي جدا وبديل حلو جدا لشوبس رمان. هو عجبني اكتر ولا دبل دير بالرمان؟ الحقيقه يعتبر دبل دير بالنسبه لي عجبني اكتر شويه، انما انا بحب احس بطعم الفاكهه اكتر من طعم يكون فيه حاجه تاني اضافه عليها. طبعا هتتكلم على فايده صحيه فاكيد طبعا ده هيبقى فيه فوائد احسن بكتير من دبل دير. نروح بقى تاني طعم معانا وهو توت الازرق. طبعا انا الموضوع بتاع ده الغطا ده عجبني جدا الحقيقه. طبعا دي انا دقتها قبل كده يعني، لونها فظيع الحقيقه. دوق كده نقول بسم الله. طعم التوت هنا الحقيقه حلو جدا، وباين فيه برضو طعم العسل زي ما قلت، ما كنتش حاسس بيه في المره اللي فاتت ان هو فيه طعم عسل كده. وهنا بقى فيه فيتامين دي وبي 12، مش بي 1 وبي 2، فواضح ان هو كل منتج فيه نوع فيتامين معين او حاجه معينه هم حاطينها. فبصراحه يعني انا ان منتج بيعمل ميه غازيه بفيتامينات، انا بالنسبه لي الحاجه دي فكره شابوه ليها جدا. شوف بقى اخر طعم معانا وهو البينا كولادا، وده الوحيد بقى اللي حاطين له من فوق كده لونها اخضر، وده بقى بي 6 وبي 12، كل واحد بقى حسب الفيتامين بتاعه يعني. شوف انت عندك التحليل بتاعك بيقول لك ايه الفيتامين الناقص واختار عليها كام زي. ريحه الاناناس وجوز الهند قويين جدا. شوف كده ان بقى الامان لله الابيض، مش عارف ليه مش متفائل بدي. يلا ربنا يستر. دوق كده نقول بسم الله.
بص، هو ميكس الاناناس من جوز الهند الحقيقه مش كل الناس بتعرف تظبطه، بس لو اتظبط بيطلع طعم حلو قوي زي اللي موجود هنا. طعم الحقيقه المشروب نفسه كده من صودا وفاكهه اناناس وطعم جوز هند فيه حلو جدا الحقيقه. ده كده منتج مصري ملوش اصلا حاجه عشان نقول عليه هو بديل، هو منتج مصري فريد جدا من نوعه، انصحكم طبعا تجربوه جدا يعني. نروح بقى لاخر منتج معانا واللي ترند ومكسر الدنيا كلها، وهو سبيروس باتس. وده طبعا بيتعامل حاليا بمعامله المخدرات، لازم تشوف لك ديلر كده يجيبه لك من اي سوبر ماركت، يعني مش هتلاقيه خالص. دول طبعا الازازتين الوحيدين اللي لقيتهم، واللي الحقيقه انا بالنسبه لي مش غريب عليا ان المنتج ده انا من ساعه ما شفته نازل في السوق بقاله اكتر من سنه او سنتين كمان، وانا لما بشوفه بجيبه الحقيقه. كان طعم التفاح الاحمر فيه بحبه جدا ومميز قوي وقوي قوي. ولكن دول بقى الاثنين اللي جبتهم النهارده وهجربهم النهارده معاكم. نبدا كده بالعنب، لان طبعا انا لسه شاربه يعني، فنفس شويه كده بطعم العنب. ريحته الحقيقه ده وكحه شويه. ندوق كده نقول بسم الله. هو عنب ولا توت؟ عنب يوناني، طعم العنب اليوناني. بصوا الحقيقه هو طعمه مش احسن حاجه يعني، بالنسبه للناس كلها هتقول لك عليه ده وكوحه. انا بالنسبه لي الحقيقه بحبه يعني. انا الاطعمه اللي فيها توت وعنب الحاجات دي الحقيقه بحب المزازه بتاعتها، فانا بالنسبه لي الحقيقه انا هشربه. لكن اعتقد هو بالنسبه للناس كلها لا، ممكن الطعم ده يخيش منهم حبه. ولكن هو منتج عادي اكتشاف نفسه في السوق الحقيقه بطريقه قويه جدا، واتمنى انه يبقى مستمر وان يبقى تسعيرته ثابته عند الناس كلها. انا جبت الاثنين دول، الواحده فيهم ب 10 جنيه والسعر الرسمي بتاعهم 7 جنيه، وفي اماكن سعرها وصلت فيه ل 17 و20 جنيه. انت ونصيبك بقى، لو حسب بقى التاجر انت جبته منه يعني. خش بقى على اخر حاجه معانا وهو سبيروس باتس اناناس. دوق كده نقول بسم الله. واو، صراحه طعمه تحفه جدا. طعم الصودا فيه الحقيقه حلو قوي، طعم الاناناس قوي جدا ومركز قوي، بيرفكت الحقيقه يعني. بالنسبه لاي حد بيحب طعم الاناناس ياخد 10 من 10. فتمام، تعالى كده اقول لك الترشيحات القويه والحاجات اللي عجبتني قوي فيهم، عشان لو شفتهم تجيبها على طول. يلا بينا. دول كده حصيله المنتجات اللي عجبتني النهارده. سبيروس باتس اناناس، في 7 بينا كولادا وتوت، دبل دير طبعا الرمان، وجرين كولا عشان ده البديل الوحيد واللي طعمه يعتبر الى حد ما حلو للبيبسي الدايت، وسنابس اللي بطعم الشعير العاديه خالص طعمها كان حلو الحقيقه، والمفاجاه بقى بيك كولا اللي ب 5 جنيه اللي بطعم طبعا التفاح الاخضر. دول كده حاجات انا شايفهم الحقيقه لا يعني منتجات تنافس جدا اي براند تاني كان موجود عندنا في مصر، واللي ان شاء الله هيختفي قريب من السوق. وفرصه بقى ليهم حتى كصاحب اعمال واخد امتياز او حق او فرنشايز من بره، والله يا باشا انت المصنع لو بتاعك وكل حاجه تمام، بلاها العلامه التجاريه دي خالص وصنع انت بعلامه تجاريه تانية، واحنا هندعمك وهنشتري منك. وهتبقى فرصه حتى لو انت بتفكر ان لو في اي وكيل تاني في مصر هيفكر ياخد العلامه التجاريه دي منك، مش هيشتغل، ان هو كده كده انت ما عرفتش تشتغل وهي معاك، فهو برده مش هيعرف يشتغل. مش حدش هيقدر يخش ياخد العلامه التجاريه دي لو راحت منك، ما تقلقش يعني، مش هي دي الحاجه اللي هتوقعك انت كمنافس في السوق. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم. وفي اخر الحلقه ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا يصبرهم ويصبرنا يا رب على الوضع المأساوي، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.